حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عملنا اللفت بطريقة حلوة قوي وسهلة جدا وبسيطة، وانسي اي طرق انت تعرفيها. لو جربت الطريقة دي مش هتندمي وعلى طول هتجربيه. وعلى فكرة الطريقة دي يومين اتنين بس هتاكلي فيه المخلل. تابعي معايا واشتركي في القناة معايا. وكمان حط اللايك وقولي لي رأيك في ايه، بتعمليه كده ولا ما بتعملهوش؟ خطوة واحدة بس هنعملها مختلفة شوية، هتخلي مخلل معايا طعم تحفة. اتفرجي معايا للاخر وشوفي، ما تجريش الفيديو عشان تعرفي احنا هنعمل ايه. زي ما انت شايفه كده الشكل عامل ازاي قدامك، واللون عامل ازاي قدامك، عامل زي بص شربات. ما تقوليش بقى ميه مخلل، لونه تحفه، ميته مظبوطه، طعمه مظبوط، المقادير بتاعته مظبوطه جدا. تابعي بقى معايا وشوفي احنا هنعمله ازاي ووصلنا للون دوت ازاي. وكمان اقولك على حاجة تانية، البنجر ده كمان مش طازة، انا كمان مخزناه عندي في الفريزر. بصوا لونه حلو ازاي. يلا بقى تعالوا نخش على الطريقة واقولك انا عملت ايه. شفت ميته عاملة ازاي؟ تحفة. ميته كده تتشرب، مش يتاكل بس يعني المخلل، لا ميته كمان تحفة. وخلال يومين تاكلي منه، وممكن تطلعي منه كمان تاني يوم لو انت عايزة. بصي يا ست الكل، انا جبت المخلل بتاعي اهوت، نضفته من الطينه بتاعته وشلت كده الحاجات الزايده كده اللي احنا مش بنحبها. وكمان قطعت منه كمان جزء كبير من الاخضر دوت. انا بستغنى عنه بصراحه لان بيغمق معايا المخلل وبيمرره معايا شويه، فانا بستغنى عن الحته الخضراء دي وباخد المخلليه كلها زي ما هي كده بقطعها. بس الصغيره دي طعمها تحفه بسكره، عارفه بقى لما تيجي تعملها سليمه بتبقى تحفه جدا وتبقى حلوه قوي قوي من جوه، وبتعيش معاك على فكرة اكتر من الكبيرة. حاولي بقى هاتيه كده ما يكونش كبير قوي ولا صغير قوي، لو مش باين يعني حلو. الحجم اللي انت شايفاها ديت حلوة وسط، والصغيرة شوية ديت بتبقى طعمها تحفة. وجابيها وكمان تجيبيها تكون حجمها يعني الشكل بتاعها مدور. وكده بقى احنا هنقطعه بالشكل اللي قدامك دوت، يا اما صوابع زي البطاطس يا اما مكعبات. بصي التقطيع اللي انت عايزاها. مخلل دوت مفيهوش تقطيع معينة ولا شكل معين. زي ما انت شايفة كده انا هقطعه زي البطاطس بالظبط، ترنشات. بعد كده هنقطع صوابع. كمان بقى عايز تعمليه بالسكينة المشرشرة عشان تديله شكل، ممكن تعمليه عادي او بسكينة عادية خالص. فيعني بصوا كل الاشكال معاكم متاحة. فزي ما انت شايفة كده انا بقطعه بالطريقة ديت، بتبقى سهلة عليا اعرف امسكها يعني. وما تخلوش صغير قوي ان هو بحيث يكون مش باين، لان لسه هيدبل معاكي وهينزل منه مية، ويعني الحجم بتاعه هيقل شوية، فخلي الحباية تكون باينة. زي ما انت شايفة كده هنقطع بقى الكمية كلها. الصغيرة دي تقسم اتنين على اتنين او اربعة، مش اكتر ولا اقل. زي ما انت شايفاها كده، ونشيل منها الحتة الخضراء اللي تحت وكده بس. عايزة تخلي الاخضر عادي، بس ممكن تعمليه برطمان تاني. الاخضر دوت عادي، بس انا عندي عشان محدش بياكله فانا بستغنى عنه. فبنعمل ايه؟ الفتاية ذات نفسها ونسيب الحتة الخضراء ديت زي ما انت شايفة كده. هنفضل بقى نقطع الكمية بتاعتنا كلها مرة واحدة. نسيت اقولك على حاجة، ما تغسلهوش بعد ما تقطعيه. انا دلوقتي جاهز معايا ان انا اخلله يعني. اول ما بتجيبيه بتغسليه وتنقعيه في مية كذا مرة، بينزل كمية طينة ما اقولكيش يعني، كمية رهيبة. فلازم ان انتي تغسليه كل شوية وتغيري ميته كل شوية قبل ما تقطعيه. ما تقطعهوش الاول بعد كده تغسليه، ميبقاش حلو معاكي. فانت الاول نضفيه من الروش بتاعته واي حاجه زياده عايز تقطعيها خلاص. خلاص يكون جاهز معايا على التقطيع. فبحط في ميه كذا مره واغير ميته، بتبقى معاكي الميه بتاعته فيها طينه جدا. فعشان كده انا بغسل يعني بغسله كتير. كده انا بعد ما قطعته زي ما انت شايفه كده، هنرش عليه معلقتين 3 كبار من الملح. ما تكتريش قوي عشان ما يحدقش معاكي، لان هو هيمتص الملح كله. ليه بقى الملح دوت بيعمل ايه؟ اولا بينزل كمية المية المرة اللي في اللفت، ثانيا بيخلي طعمه حلو ويخليه يدبل معايا بسرعة ويستوي اكيد معايا بسرعة. فزي ما انت شايفة كده فانا بنزل المرارة بتاعته في المية اللي بتنزل منه بس.
فانا بعمل الخطوه دي. وخلي في بالك ان انا ما بخليش الخطوه دي تاني يوم او تالت يوم، انا بس في نفس اليوم يا دوبك ساعتين على بال ما اعمل الخطوه التانية بتاعه الميه اللي هقولك هنعمل فيها ايه. وبعد كده بسيبه ساعتين 2 أو 3 بكتير قوي، وبعد كده بعبي في البرطمانات. فأنا مش ببيته، فعشان كده بقولك المخلل دوت سريع جدا وطعمه في الآخر تحفة. وكمان بنتخلص من المية المرة بتاعته، هوريها لك دلوقتي شكلها هيكون عامل ازاي. ده كده الملح بتاعه لما حطيته هينزل ميته في خلال ساعة ساعتين بكتير أو 3 بكتير قوي، هتلاقي منزل المية بتاعته. هوريهولك دلوقتي شكله عامل ازاي. يلا بقى لو لسه متابع معايا حط اللايك واشتركي معايا في القناة. يا اما مكعبات يا اما صوابع، اللي انت حباه اعمليه. زي ما انت شايفه معايا كده، اوريكي الميه اللي نزلت منه دلوقتي. بص الحجم بتاعه كمان قل ازاي، وبص الميه اللي عماله تنزل، كل دوت بفضل الملح اللي احنا حطيناه. يعني شويه الملح اللي احنا حطيناهم هم دول السبب في نزول الميه بتاعته. وكمان دبل معايا وحجمه قل شويه. هندلق طبعا الميه دي ملهاش استخدام طبعا معانا، ما تحاوليش ان انت تخللي فيها وتكملي عليها ميه، بيبقى مش حلو. فانا ليه عملت الخطوه ديت؟ عشان ان انا استغنى عن الميه، فانا ما اخللش فيها يبقى مر معايا. جبت برطمانات بتاعتي جاهزه معايا، دي مخليها للمخلل، مخليها للمخلل بس. بغسلها كل مره كده لما باجي اعمل المخلل بميه سخنه، بعقمها حلو علشان المخلل يعيش معايا. فهقعد املى بقى البرطمانات بتاعتي واضغطي عليه حلو علشان يتملي معاكي حلو. انا كده ايه، مليت البرطمانات بتاعتي. هوريكي المحلول بتاعي يبقى عامل ازاي. زي ما انت شايفه كده انا جبت ميه مغليه، دي كمان ميه مغليه مش ميه بارده، هي فيها دخان طالع اهو بس ممكن ما تشوفوش. دي ميه مغليه. مرضتش احط الخطوه دي على النار واسيبه يغلى على النار كتير بالبنجر. انا جبت ميه مغليه، بعد ما غليتها حطيتها في طبق، حطيت عليهم كام 4 5 معالق من الملح ومعلقه سكر. الميه دي مقدارها قد ايه؟ مقدارها 2 لتر. يبقى الميه دي 2 لتر، حطيت عليهم 5 معالق من الملح وحطيت معاه معلقة سكر، وهنزل بالبنجر بتاعي. البنجر بتاعي دي بنجراية كبيرة متقطعة حتت صغيرة، هي باينة ان هي كبيرة بس هي صغيرة. كمان البنجر ده كمان عندي في الفريزر فمتلج طبعا معايا اهو زي ما انت شايفة. بص اللون بتاعه دلوقتي هيبان، طعمه تحفة لونه حلو زي ما انت شايفة كده. هنقلب بقى الخطوات اللي احنا عملناها، وهنزل بعدد معالق الملح اللي انا حطيتهم 4 5 معالق، هنزل بيهم خل. لو لاحظت معايا ان في دخان طالع اهوت، دي كده ميه مغليه عشان تبقي عارفه. ليه الميه المغليه؟ الميه المغليه بتخلي البنكر ينزل لون حلو. وكمان بيساعد برضو ان هو يخلي المخلل معايا حلو يستوي. هحط زي مقدار الملح اللي انا حطيته، 4 معالق يبقى 4 معالق خل، 5 معالق يبقى 5 معالق خل. يبقى انا حطيت 5 معالق خل، 5 معالق بتاع دوت ملح، معلقة سكر عشان دي مادة حافظة وبتحافظ كمان على القرمشة بتاعته. وكمان كده حطينا الملح والسكر والخل والبنجر بتاعنا، وهنفضل نقلب فيه لغاية ما الملح يدوب معايا والسكر، وهنسيبهم ونغطيهم ونسيبهم على جنب علشان اللون بتاعها يبقى باين. فزي ما انتوا شايفين معايا كده انا هفضل اقلب وهسيبه على جنب واغطيه. ليه بقى؟ مش هينفع نحط سخن كده، هنسيبه ساعتين يبرد. في الوقت دوت هيكون انا سايبه الليفت بتاعي بينزل ميته في الساعتين 3 دول، وسايبه الميه بتاعتي تبرد. فانا سايبه الاتنين مع بعض يبردوا كده، ده ينزل ميته وده يبرد. فبعد كده هنعبي في البرطمانات زي ما انت شايفه كده، وهنجيب المحلول بتاعي اللي انا لسه عاملاه دلوقتي اهو. حطيته بس في طبق كبير عشان اعرف اتعامل. زي ما انتوا شايفين كده، بصوا شكله، بصوا لونه واضح ازاي معايا. اغمقي معايا شويه عن الاول، كل ما بتسيبيه كل ما بينزل لون. عايزه بقى في المرحله دي تستغني عن البنكر دوت ممكن. فكده في المرحله دي انت ممكن تستغني عن البنجر خالص او تحطيه في البرطمان. انا ما حطيتوش كله بصراحه. انا عملت ايه؟ خدت من كل البنجر دوت اللي انت شايفاه دوت، خدت واحدتين كده على كل برطمان يعني، والباقي كله الباقي يعني استغنيت عنه ملوش لازمه. ليه؟ لان انا خدت كل اللي انا عايزاه منه، خدت اللون بتاعه، الطعم بتاعه، الفايده بتاعته في الميه ديت.
فخلاص انا كده خدت ايه قطعتين صغيرين كده على كل برطمان، وخلاص كده، والباقي هنستغنى عنه. ونحط بقى ايه المية بتاعتنا زي ما انت شايفة كده. عايز تستغني عنه خالص عادي براحتك، انا كده كده خدت اللون اللي انا عايزاه، فيعني قلته او وجوده عادي مش فارق. كده انا عملت المحلول بتاعي زي ما انت شايفاه كده، غيرنا فيه شوية، عملناه بطريقة شوية مختلفة عن العادي بتاعنا، يعني كنا بنعمله في الأول بارد، دلوقتي عملناه هو سخن، طعمه بيكون أحلى، طعمه جميل. جربي بس الطريقة دي هتعجبك جدا. ظبطي ملحه من أوله علشان مش هنفتح نحط ملح تاني. بس زي ما انت شايفة كده، والسكر بتاعه والخل ما تنسوهمش. هنعبي بقى بقية البرطمانات زي ما انت شايفة كده بالطريقة اللي انت شايفاها، واملي على الآخر علشان يعني ما يربيش حاجة من فوق، أي حاجة يعني مش حلوة. وهنغطي عليه غطا حلو، يعني دوسي عليه لغايه ما تقفلي خالص عشان ما يخلوش اي هوا، مش عايزين ندخله اي هوا. ولو انتي البرطمان بتاعك يعني معرض ان هو يخش له هوا، حطي له كيس بلاستيك واقفلي عليه زي ما انت شايفه كده. هنعبي بقى بقيه البرطمانات واوريكي شكلها في الاخر عامل ازاي. كده انا خلصت البرطمانات بتاعتي كلها. بصي المخلل عامل ازاي، حاولي استغلي الايام دي، المخلل تحفه، بره طعمه بيبقى حلو في الايام ديت عشان مزروع يعني مع البرسيم على ما اظن يعني، فبيبقى طعمه حلو. وكمان مضمون يعني في الطعم بتاعه ان هو يكون معاكي حلو. زي ما انت شايفة كده، كده خلصنا المخلل بتاعنا. يا رب الوصفة تعجبك والطريقة تعجبك. ولو عجبتك اشتركي معايا في القناة وحطي اللايك وقولي لي رأيك ايه، وكمان تعليق حلو منك انت بتعمليه ازاي. زي ما انت شايفة كده، شايفين لونه، يوم ولا يومين بكتيره افتحي عليه ودوقي وشوفي هتلاقيه استوى معاكي وبقى حلو قوي. زي ما انت شايفة كده معايا. الايام الجاية عايزة مخلل بقى، معرفش ايه، متشتريش من بره. اشوفك بقى ان شاء الله فيديو جديد، ومع السلامة.